ودلوقتي زي ما انتوا عارفين هيكون ميعاد التصفية الأولى للبرنامج. وزي ما انتوا عارفين إن لجنة التحكيم بتختار 3 أسامي من المتسابقين هيغادروا البرنامج، علشان للأسف دول أقل ناس حصلوا على درجات خلال الأسبوع ده. أنا طبعاً آسفة جداً، أنا عارفة إن دي لحظة صعبة، مفيش أي حد يتمنى إن الحلم اللي جاي عشانه يموت. ما تنجزي يا حاجة. اهدى يا حبيبي، اهدى يا مدثر يا ابني. اتفضلي يا استاذ. حاضر يا أبي. 3 أسماء اللي مرشحين لمغادرة البرنامج. أول اسم معانا هو كمال. لا ما لقيتش اتغدى والله ما كانت حاجه. ما قلت لك يا جمال، مش كل السندوتشات تتعمل في عيش بلدي. ما لقيتش غير البلد. تاني اسم هيكون معانا مرشح لمغادرة البرنامج مجاهد. ايه قلت لك يا عم مجاهد، ده برنامج بيجي في التلفزيون. اكوي الجلابيه، هتكويها امتى؟ تالت اسم والاسم الأخير اللي هيغادر البرنامج هو اكسكيوز مي، انت عامله لنا جو سسبنس على ايه؟ وجهي بصرك هناك عند البسطاء. أستاذ عبد الحفيظ. هو عبد الحفيظ، ما هو عبد الحفيظ ده اساسا ما يشرفش لا برنامج لا هو. مين؟ أستاذ عبد الحفيظ. ازاي يعني؟ يعني أنا آسفة جدا والله. اسفه؟ انا مش عايز اشتم، ما الحاجات دي بعديها بتيجي حاجات مش كويسه. انا اصلا مش عبد الحفيظ. نعم؟ قصدي يعني ايه خلاص؟ والله دي مش رأيي، ده رأي لجنة رأيي؟ التحكيم. أنا بعتذر جدا. اكسكيوز مي، انت في تشوك اوفر شويه، ده كان اكسبكتد. ليه طيب قولي. اخرس. اطمن يا مجاهد يا واد عمي، انت دلوقتي ما بتمثلش نفسك وبس، لا انت بتمثل النزع كله. مفيش وقت يا جناوي، لو التصويت ضعيف هيكرشوني من البرنامج. انا عايزك تحط في بطنك بطيخه صيف او 2 كيلو سفندي او لبن رايب عشان الحموضه. الجايزه دي هتبقى ليك. انا جامع لك حريم البلد كلها او قاعدين يصوتوا لك. اسمع